وسهلا، تحية طيبة متتبعات ومتتبعي قناة إشارات. اليوم نستحضر علمين من أعلام الانبطاح والذل للكبرانات، اللي هما بدون شك أصبحوا معروفين عند البادي والعادي. اللي بغى يضحك خصو يمشي يتصنت على الفيديوهات ديالهم. معنا بطبيعة الحال بن سديرة وبونيف، وغنعرجو على الدراجي. ظهر المسمى بن سديرة مؤخرا وهو غضبان وأسف، وتيتساءل على مصير الجزائر في ظل حكم تبوني. ما عرفناش شنو السبب والمسببات هذا الانقلاب اللي تيقودوا بن سديرة ضد اولياء النعمه ديالو. ربما كما تيقولوا الى تخاصم السارقان بان المسروق. ربما دوزو شي مارشي لبونيف وما استفد شيء هو منه، ولهذا الان راه تيقود هذه الحمله. مشينا عند بونيف كنلقاوه تيهضر عاوتاني، مازال تيهضر على الاجواء الجويه المغلقه وهذه السياده وهذه السياسه. ولا ادري واش هذا السيد هذا تيعرف شنو تيقول ولا ما تيعرف شنو تيقول، لان الانسان اللي تيعرف شنو تيقول هو تيهضر على خلط السياسه بالرياضه في واحد الفيديو سابق، والان تيقول لك هذه سياده وسياسه. وحنا راه كنا جايين باش نشاركوا في مسابقه اللي هي رياضيه. اذا نرجع للفيديو ديالك السابق باش تولي تعقب علينا عاوتاني وتقول راني فايت وقلت بانه لا داعي لخلط الرياضه بالسياسه. راه ماشي حنا اللي تنخلطوا الرياضه بالسياسه، راك انت والكبرانات ديالك اللي تيخلطوا السياسه بالرياضه. تفتح لك الأجواء وتؤمن لك رحلة من سلا إلى الجزائر. أمر غير معقول، هذا أمر سيادي سياسي سيادي. واحد الحاجة طريفة غادي نشوفوها عند بونيف تيهضر على الأخلاق. تخيل معي أن اللي تيهضر على الأخلاق في الخصومات هو بونيف. دائما أنه حتى الخصومات والخلافات لها أخلاق. لما آخر واحد يمكن له يهضر على الأخلاق هو أنت يا صاحب الأنف الكبير، يا خزانة الكذب، يا خزانة السبان والمعيوع بدون داعي، رغم أنك في كثير من الأحيان كتسب الأصول ديالك البوسبيرية وكتسب الأجداد ديالك. هذا كما تنقولوا ما كتب علينا الله فهاد السيد. نرجعوا لعند بن قصديرة. بن قصديرة تيهضر على راسو وقال لك تيهضر على الخيانه وتيهضر على شي واحد خائن، وهذاك الخائن تيعطيوه واحد الثمن اللي هو قليل. وبن سديرة ما عندوش مشكل في الخيانه اذا كان ثمنها جيدا. قال له انت كتخون بهذا الثمن هذا كتخون الوطن ديالك. يعني كان ثمن مزيان بحال اللي ذكر هو، قال له تيعطيوك 100 اورو ولا ما نعرف بحال هكا. قال له كان قلتي تيعطيوك 1000 اورو ماشي مشكل. وتصوروا ان هذا الانسان هذا مازال تنرجعوا نقولوا واش هاد الناس هادو تيعرفوا شنو تيخرجوا على فمهم. باين البارح عبدو سمار يقول بلي انا نخدم مع قناه اسرائيليه ويعطوني 100 اورو، يعني يبيع بلاده على 100 اورو. شوف ذيك الوقاحه، يعني رب عذر اقبح من ذنب. على الاقل لو كان قال يعطوني 10,000 اورو في شاكي ميسيون مقبوله. اذا بالنسبه لبن سديرة فالخيانه لها ثمن، وحنا كما ذكرنا بان اذا تخاصم السارقان تيبان المسروق. فالمساله ديال انه شطب بونيف الارض وقال عليه كلام اللي هو فيه اصلا وهو جزء من ذاك الكلام كذلك، فاذا راه فعلا المساله مساله ثمن الخيانه.
والخيانه اللي تيقودوا هاد الناس هي خيانه ضد الشعب الجزائري، لانهم تيطمسوا الحقائق ولانهم تيمجدوا الكبرانات وتيعطيوهم الاولويه والاسبقيه. نرجعوا لعند بونيف. بونيف تيتساءل على العلاقه ديال فرنسا مع الجزائر وتيهضر على ما تم التصريح به مؤخرا من كون ان الجزائر تسير نحو الهويه وستقود معها فرنسا، وتيهضر على الموضوع ديال عدم الاعتذار ديال ماكرون على الجرائم اللي ارتكبتها فرنسا في الجزائر. فرنسا الآن أصبح يزعجها ويزعج أبواقها أن الدولة الجزائرية الآن تطالب فرنسا بملف الذاكرة ومناقشة ملف الذاكرة وجرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، في حق الشعب الجزائري طيلة قرن و32 سنة. هذا الموضوع لم يعد يعجب أمثال هذا السفير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، اليمين الفرنسي المتطرف، وقال بأن فرنسا الآن تمتلك وسيلة لي ذراع أو لوي ذراع الجزائر من خلال تقليص عدد التأشيرات. هي الآن هذا موضوع قديم بونيف. ففرنسا كتصرف مع الجزائريين بالغباء ديالهم وبالانبطاح ديالهم، فقبلتين على خد تبون ربما تعفي فرنسا من كل شيء. وهذا الاعتذار اللي الجزائر تصر عليه مع فرنسا بظل هاد الحكام هادو في ظل هذا النظام هذا عمرها ما تنال هذا الاعتذار. هذا الاعتذار ديال فرنسا على الجرائم اللي ارتكبتها كيجيبوه الرجال وكيجيبوه ناس اللي كيبلغوا بالجزائر واحد الاوج ديالها باش يمكن تجيب اعتذار. اما في ظل هذا النظام المنبطح، هذا النظام اللي لا اساس له من الصحه وما عندوش اساس اللي يسندو من طرف الجزائريين الاحرار، فما يمكنش يجيب اعتذار. ولا تتوقع اعتذارا من فرنسا وجلس وسكت وتكمش. عطاوك الجماجم ديال اللصوص وديال السارقين وديال المجرمين، فمجدهم وقوم بالتمجيد ديالهم بين الجزائريين وحاول انك تسكت الجزائريين بهذا الموضوع هذا واعطي لراسك الراحه. ففرنسا بعيده كل البعد على ان تنال منها شيئا. نرجعوا لعند بن قزديرة. بن قزديرة مرة أخرى تيهضر على قوس قزح وتيهضر على ألوان الطيف وتيهضر بالضبط. قوس قزح هذا اللي يهضروا عليه خليتوا كاع مشاكل الدولة الجزائرية وتتبعوا لي في الطباشير وتتبعوا لي في أقلام الرصاص بقوس قزح. هذا مش ثورة مضادة، هذا مش لعب، هذا مش فوضى. على بونيف وكيقول بأن الدولة اللي كتجعل أمثال هؤلاء في الدفاع عليها فهي لا تستحق شيئا. وفعلا لا أنت ولا بونيف لا يمكن أن تكون وجهين للدفاع عن الجزائر. فاللي غتدافعوا عليه نتوما راكم غتغرقوه، ماشي غادي تدافعوا عليه. واش اللي تيكذب ليل نهار واللي عنده وجهه قاصح والجلد ديال الوجه ديالو بحال التمساح يمكن له يدافع على شي واحد؟ واش اللي تيقول اليوم كلام وغدا تيقول الضد ديالو يمكن له يدافع على شي واحد؟ لا يثق بكم الا بعض الجزائريين المنومين مغناطيسيا والمنومين بالجوع والعطش. اما غير ذلك فالكل يعرف التفاهات اللي كتصوغوها في الفيديوهات ديالكم. ونرجعوا لعند المسمى بونيف الكذاب. تيهضر على التراث وتيهضر على ان المغاربه نوضوا فضيحه على التراث ومشاو للإيسيسكو ومشاو لليونسكو ومشاو داروا وفعلوا، لانك انت ما كتعرفش القيمه ديال التراث. كنا مختلفين على حجره الزليج اللي قال لك تاعنا، اي راكم شفتوا
شفتوا حجم الهجمه الكبيره ورفعوا دعاوى قضائيه ومشاو للمحاكم ويبكوا راهم سرقونا الزليش سرقونا الزليش. حجره يعني حجره يعني موجوده في تلقوها في تركيا وتلقوها في سوريا وتلقوها في كل مكان من العالم موجود هذاك النقش على الحجر على الرسم هذاك تاع الزليج بالتقنيات والمعروفه على كل حال يعرفوها الفنانين التشكيليين يعرفوها بشكل جيد. شوفوا واش داروا عليها يعني رفعوا دعاوى قضائيه واعتبروها اهانه ومشوا بعيد. شوفوا هجومهم على كل ما يتعلق بالتراث يعني حتى الاكل ويعني وينسبونه الى انفسهم ويستثنون. قال لك الطعام الكسكس نتاعنا ومشاو فعلا في قضايا ومشاو لليونسكو. شوفوا درجه الهبال ودرجه السقوط الاخلاقي وعدم. لو كنت تعرف قيمه التراث وكنت تمتلكه لعرفت القيمه ديالو. التراث حائط صد ضد تشويه تاريخ الامم، وحنا تاريخنا لن يشوه، احنا نحافظ عليه. لماذا؟ لأنه الحافظ الرئيسي لكل الإنتاج الفني والفكري والثقافي والعلمي لكل أمة. تنهضروا على أمة، ما كنهضروش على شي حاجة وحدة أخرى. أمة اللي بالتراث ديالها كتبقى عندها القدرة على المقاومة ومحاولة التمسك بأمظهارها وجوهرها. وهذا هو سر من أسرار الخلاف ديال الجزائر مع المغرب، أن الجزائر لا تمتلك تاريخا ولا تمتلك تراثا وهوية، وهذا شكل من الأشكال اللي كيسببوا العقدة والنقص عند الجزائريين. رغم أن ربما أن الجزائر كان انشغلت ببناء مجد آخر، كان عدة دول تأسست حديثا ولكن انشغلت بنفسها وانشغلت أنها تكون لها واحد الدور بين الأمم وتكون لها واحد المستقبل مجيد، فإنها نسات عليها الناس واستطاعت أنها تأسس لنفسها مكانة بين الأمم والدول. شيء آخر، بن قصديرة خيرا يعترف بنحسه وتيقول بأن أنا سعيد بن زديرة نحس كي نجيبها مور واحد ونبدا ننقر عليه ونبدا نهضر عليه اشتراك كلاه بوبي إلا ما راحش اليوم يروح غدوة. أنه منحوس وبأنه أي حاجة حط فيها يديه إلا ويصيبها النحس. فعلا بن قصديرة منحوس، حط يديه على الجزائر وتهضر على الجزائر فيصيبها النحس في أي شيء. الجزائر في مدة يديها إلا ويصيبها النحس وتنهال عليها المصائب والكوارث. إذن نرجعوا ناكر الحسان الطعارجي أو الصياح النباح لا زال يحاول النبش في ملف احتضان كأس إفريقيا 2025، ويقول بأن إذا كانت هناك تصويت نزيه لابد أن تحتضن الجزائر كأس إفريقيا 2025. يعني أنه إذا ما احتضنتها نيجيريا والبنين أو المغرب فإن التصويت سيكون حتما غير نزيه. ما عرفتش أنا حفيظ الدراجي واش كيحاول يوظف التعليق ديالو اللي كيعلقوا على المباريات بطريقة في بعض الأحيان تتسم بالرعونة، أنه يوظف هذيك الطريقة باش يضغط على الكاف. مسألة من الغباء ومن البلادة بمكان أن حفيظ الدراجي لهذه الحيلة. ما معنى أن يكون تصويت نزيها يعني كأس إفريقيا ستحتضنها الجزائر؟ بماذا؟ هل زعما بتشييد 3 الملاعب ربما تكون قد ضمنت أن كان 2025 في الجزائر؟
هناك ملف يضم عدة نقاط، والمغرب يتفوق في كل النقاط. الملف المغربي ملف قوي بالنسبة للجزائر بإنسانه أولا، بإنسانه الذي يتعامل بآدمية داخل الملاعب وخارج الملاعب. أهم عامل من العوامل ديال نجاح التنظيم هو أن يكون لك الإنسان، فعوض أن يكون ذلك الذي رأيناه في افتتاح قمة الشان وهو يعير بلدا لا يشارك في هذه الألعاب، فهذا لا يضمن لك أبدا أن تنجح أي تظاهرات كيفما كانت. الذي يصفر على نشيد وطني لبلد ما لن ينجح أي تظاهرات كيفما كانت، فإنما هي مجرد خلق العداوات على جميع الأصعدة. ربما يمكنك أن ترجع إلى الملفات وترى المغرب بلد سياحي يتوفر على إقامات فندقية فاخرة ومن نوع لا تتوفر عليه الجزائر، لا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف. الجزائر ربما تعود إلى الإحصائيات وهي موجودة لا تتوفر على الطرقات التي يتوفر عليها المغرب، وخير دليل على ذلك أنكم ظننتم أن الموكب ديال أسود الأطلس اللي مر في مدينة الرباط مر في قطر. لا يا سادة، إنها مدينة الأنوار، مدينة الرباط. إذن سي الدراجي ما عليك إلا تنزل الملف ديال المغرب والملف الجزائر وتناقشوا نقطة بنقطة. أما ملعب نيلسون مانديلا لن يفيد في شيء، وخلط السياسة بالرياضة في افتتاح تظاهرة رياضية ربما يدق المسمار الأخير في نعش تنظيم الجزائر اللي كان 2025. ليس تصويت غير نزيه أو غير ذلك، وإنما البلادة والغباء ديال المنظمين ديال الشان اللي هم الكبرانات اللي كيخدموك معهم. إذن فرنسا لن تعتذر، إيتو ستعانقونه وتقبلونه وتطلبون منه السماح رغبة في كسب صوته من أجل تنظيم كأس إفريقيا 2025. ولكن أبشركم بأن الأسف سيطالكم ولن تنظموا كأس إفريقيا 2025 إن شاء الله إذا كان التصويت نزيها. إذا كان التصويت نزيها فالجزائر لن تنال شرف تنظيم هذه الكأس، لأن التنظيم سيكون مغربيا إن شاء الله، والمنافس هو ملف نيجيريا والبنين. تحية طيبة متتبعات ومتتبعي قناة إشارات، ونقول لبونيف وبن سديرة اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. إلى الملتقى في إشارة أخرى إن شاء الله.